من أكتر الأسئلة اللي بتتسأل في الوقت الحالي، هل الAI هياخد مكاني وبالبلدي كده هيقطع عيشي والّا لأ؟ والسؤال ده بيتسأل من نوعين من الناس، النوع الأول هم الناس اللي بقى لهم سنين كتيرة جدًا في مجالهم وبيبنوا اسم وسمعة، وخايفين إن هم يصحوا في يوم وليلة ويلاقوا إن عيشهم اتقطع تمامًا. والنوع التاني من الناس هي الناس الجديدة اللي لسه بتتعلم المهارة، ووقفت كده وقالت طب ما أوقّف شوية لأحسن على ما أخلّص تعلُّم هذه المهارة يكون الAI خلاص استحوذ عليها وأكون أنا كل ده باضيّع وقتي. فأنا هنرد على سؤال مهم جدًا، هل الAI هياخد مهارتك والّا لأ، أيًا كانت مهارتك إيه؟ والسؤال الأهم، إيه هي المهارات اللي أنت ممكن تتعلمها اللي هو الAI مش هيحتلها تمامًا؟ أهلًا وسهلًا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والpersonal finance وحالتك المادية. أولًا تعالَ نرد على أول سؤال وهو سؤال هل الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك وهيقطع عيشك والّا لأ؟ وأنا هاقول حاجة بكل صراحة كده مش عايز حد يزعل مني. الشخص اللي بيسأل السؤال ده، فأنا عايز أقول لك إن بنسبة 100% الAI هياخد مكانك أنت، مش هياخد المجال بتاعك ولكن مكانك أنت هيروح، وبكل بساطة لإن الصراحة يعني السؤال نفسه بيضحّك، والسؤال بينُم على مش عايز أقول جبان عشان ما تزعلش مني، بس عايز أقول إن أنت خواف، خايف من حاجة في علم الغيب، خايف من حاجة في المستقبل، وأصلًا كل حاجة في المستقبل، يعني إحنا ما نعرفش إيه اللي هيحصل بُكرة، فمش طبيعي إن إحنا نخاف من كل حاجة. أنا متفهم إن الذكاء الاصطناعي كمجال، مجال داخل بقوة جدًا، ومجال يعني رَج الواقع اللي إحنا عايشين فيه، ولكن اللي أنا عايز أقوله لك إن الذكاء الاصطناعي مش أول حاجة تخش حياتنا غيّرت حياتنا، وأنا عايز أدّي هنا شوية أمثلة، يعني أنا راجل مش كبير في السن، ولكن أنا كنت عايش في زمن ما كانش فيه موبايلات، وزمن ما كانش فيه كمبيوترات، وزمن ما كانش فيه إنترنت، ده الزمن اللي أنا اتولدت فيه. والحاجات دي جات تدريجيًا مع الوقت، والحاجات دي كلّها بلا استثنا كانت طفرة، الحاجات دي غيّرت الواقع اللي إحنا عايشين فيه. طب هل يعني لمّا الإنترنت اتعمل، هل الشركات أو الموظفين اللي في الشركات كانوا خايفين إن هم يخسروا الوظايف بتاعتهم؟ سواء الإجابة آه ولأ، نسأل الأمر الواقع، هل لمّا الإنترنت فعلًا دخل العالم واحتل العالم كلّه، والنهارده ما نقدرش نعيش من غيره، هل ده قلل الفرص والّا زوّد الفرص؟ والإجابة إن هو فعليًا زوّد الفرص، ده العالم كلّه النهارده بيسترزق من هذا الإنترنت، فحتى لو كان في حد من ساعتها عنده تخوّف من دخول الإنترنت وهنعمل إيه، وعلى فكرة الشركات كان فعلًا عندها التخوّف ده، أنا عايز أقول لك إن ده كان من أحسن الحاجات اللي حصلت للعالم كلّه وللشركات، لإن في الزمن اللي فيه حاجة جديدة زي الإنترنت، كمية الناس اللي عملت فلوس، وقد إيه بقى سهل إن أنت تبقى مليونير أو ناجح في المجال بتاعك، بقى الموضوع يعني يخوّف جدًا. الإنترنت ساعد إن يبقى في فرصة كبيرة أوي وواسعة أوي إن أي حد يبقى غني ويعمل فلوس، وإن أي شركة تعمل فلوس كتيرة جدًا. وده لو بيدل على أي حاجة، بيدل إن أي حاجة جديدة بتخش تذبذب كده الواقع اللي إحنا عايشين فيه، في ناس هتبُص لها من ناحية إن هي تخوّف، وفي ناس تانية هتبُص لها من ناحية إن هي فرصة opportunity إن أنت تعرف تعمل حاجة ما حدش تاني عملها، لإن المجال ده مجال جديد جدًا. وعشان كده لو أنت الشخص اللي بيبُص من منظور إن أنا خايف ومش عارف أعمل إيه، فأنت 100% خسران. والحاجة التانية اللي عايز أتكلم فيها الناس اللي بيوقّفوا التعلُّم بتاعهم أو بيوقّفوا الحاجة اللي بيعملوها. هو أنا ليه أكمّل تعلُّم المجال ده لو أنت مثلًا بتتعلّم مهارة الgraphic design الفوتوشوب أو كده، ليه أكمّل تعلُّم لو ممكن مثلًا كمان شهر لمّا أخلّصه أكتشف إن بقى في AI tool قفلت الفوتوشوب تمامًا؟ أهو ده فعليًا السبب إن أنت هتفشل، إن أنت قررت إنك تُقف علشان تبُص تشوف اللي هيحصل، وطالما أنت قررت تُقف يبقى أنت 100% داخل عاري على فشل قريب جدًا. فدي أول حاجة عايزين نقول عنها. الحاجة بس أنا جِبت المثال بتاع الإنترنت، لإن عايز أقول لك إن أيًا كان السرعة أو الضجة اللي الAI عاملها وقد إيه فعلًا هو يعني غيّر موازين العالم في وقت قليل، أنا عايز أقول لك إن الإنترنت ما زال أكبر حاجة في العالم غيّرت نمط العالم وكل حاجة، يعني الإنترنت كان برضه سبب إن في globalization العالم كله بقى فيه انفتاح، وكل الناس بقت عارفة بعض وحاسة بعض وسامعة بعض. والسوشيال ميديا كمثال داخل الإنترنت برضه من أقوى الحاجات اللي لحد النهارده محتلة العالم تمامًا. وشركات الميديا لمّا السوشيال ميديا كانت منتشرة، كانوا في الأول ممتنعين وقالوا لأ، إحنا طبعًا إحنا أحسن وإحنا أهم والفلوس عندنا. واحدة، واحدة الفلوس بدأت تتشفِّت من الميديا للسوشيال ميديا. والنهارده الشركات دي كلّها في اللي قفل طبعًا ده اللي هو منشِّف دماغه، ده اللي هو وقف مكانه. والناس التانية بقت كلّهم موجودين على السوشيال ميديا، وبقوا بيعملوا فلوس أكتر بكتير أوي، وبيدفعوا مصاريف أقل بكتير أوي باستخدام السوشيال ميديا، اللي هي كانت بالنسبة لهم في يوم من الأيام بُعبُع خايفين منه. ونفس الحاجة بالضبط هنطبّقها على الAI بتاعك. الحاجة بس اللي عايزين نقولها الصراحة لصالح الAI، هو الAI ماشي بسرعة غريبة،
وكمان الAI عاملينه بشكل إن هو بيتعلم من نفسه أو بيعلم نفسه، يعني هو اللي بيحسن نفسه. فسرعة التقدم بتاعة الAI بقت سريعة جدا لدرجة إن أنا ممكن أصور الفيديو ده النهاردة وأنزله لك كمان أسبوع، وعلى ما الفيديو ينزل يكون الAI فعلا وصل لمرحلة تعدي كل الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي. فدي الحاجة الوحيدة اللي فعلا تبهرنا أو نخاف منها، إن هو سريع جدا. ودي برضو حاجة تعلمنا إن إحنا بطبعنا لازم نتعلم نبقى صراع في الشغل بتاعنا. وهنا برضو عايز اقول الحاجه اللي عكس ده. انا الصراحه في طبيعه شغلي يعني جربت الAI في حاجات كتير جدا مختلفه يعني. وعندي الرأي ده في ناس كتير جدا هتنزل في الكومنتات وهتختلف معايا فيه، بس الرأي ده ممكن يكون اكتر في مجال الكرييتيف او في صناعه المحتوى بالذات. انا شايف ان الذكاء الاصطناعي لسه ما وصلش للمرحله اللي هو فعلا هياخد مكان البشر. ليه؟ مجالات زي الكتابه والتصاميم والفيديو اديتنج والحاجات دي، أيًا كان قوة ودقة الذكاء الاصطناعي في إن هو يعمل لك التاسكاية اللي أنت مستنيها، هو ما عندوش الtouch أو الإحساس أو اللمسة بتاعة الإنسان. واللمسة والإحساس دي الcreativity دي هي دي الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها فينا، دي حاجة في الروح نفسها، هي اللي موجودة، اللي بتبتكر حاجات الإنسان بس هو اللي هيفهمها ويحس بيها. فلحد اللحظة دي في المجال الكريتيف ده أنا شايف إن الAI ما وصلش للحتة دي، مش عارف يحط الtouch ده. فطبيعي جدًا في مجالات كتيرة أوي إنك لمّا تقرا مقالة تعرف إن هي مكتوبة AI مهما كانت معمولة دقيقة جدًا. فعشان كده الخلاصة اللي عايز أوصل لها إن في مجالات كتيرة على قد ما الAI هيخش فيها ويحتلها. النهارده الAI ممكن في الكتابة مثلًا بيكتب مليون كلمة في الدقيقة، ولكن لسه في touch ناقص جدًا. ومع ذلك سرعة تطور الAI بتخلّيك برضه تخاف، ما أنت ممكن نصحى بكرة نلاقيهم عرفوا يحلوا مشكلة اللمسة الإنسانية دي يضبطوها يعني. طيب، والحاجة اللي عايزين نتكلم فيها في النُص التاني من الحلقة هو أنت المفروض تتعامل مع الAI إزاي؟ يعني الAI دلوقتي دخل على المهارة بتاعتك أو دخل already على المهارة، أو في مهارات زي البرمجة الناس بتقول خلاص هي انتهت يعني، وده مجرد كلام وهنقوله دلوقتي. أنت المفروض تعمل إيه بالضبط؟ لمّا تتفرج على الحلقة دي، أنت المفروض تتعامل مع الAI إزاي؟ أول حاجة ودي حاجة مهمة جدًا، اوعى تصدق كل حاجة تقراها أونلاين. أنا ليه باقول الجملة دي؟ لأن الفترة اللي فاتت دي لمّا بتبُص على أي مقالة مكتوبة أونلاين بتلاقي إن في مقالات كتيرة جدًا بتقول لك إزاي الAI هيقفل مجالات، ويقول لك إزاي في أكتر من 50,000 موظف خسروا الوظيفة بتاعتهم خلاص لسبب إن الشركة اتجهت للAI كمثال. ومن الناحية التانية يقول لك مثلًا إن المجالات الفلانية دي البرمجة كمثال بقى في أداة بتعمل شغل أحسن وأتقن وأسرع وأرخص من إن إحنا نجيب بني آدم. أنا تاني عايز أفكّرك عشان ما تنساش، كل المقالات وكل الcontent اللي موجود على السوشيال ميديا معمول لسبب واحد بس، وهو إن هو يشد انتباهك. أنا مش باقول الناس دي كدابة، أنا بس باقول لك إن الناس دي هدفها الأول إن هي تخلّيك تقرا وتخلّيك تحس بحاجة. والحاجة اللي هم قرروا إن هم يخلّوك تحسّها هنا هي الخوف، إنك تخاف عشان تفضل متابع، عشان تفضل مركّز. وفي الآخر بتلاقي الناس دي في الآخر بتعلّمك كورس AI أو بتبيع لك حاجة متعلقة بالAI علشان أنت خُفت فتروح تشتريها. فتاني ما تصدقش كل حاجة تشوفها أونلاين. مش عشان في خبير بتاع AI والّا خبير حتى بتاع graphic design قال لك إن الAI هيقفل المجال ده، معناها إن كلامه صح. ما حدش يعرف، وكمان الخطوات التانية اللي هنقولها دلوقتي هتفهمك ليه أنت مش المفروض تخاف من الكلام ده. تاني خطوة، أنت محتاج تتعلم AI. النهارده أنت دلوقتي مثلًا أنت شغال المهارة بتاعتك هي الفيديو editing المونتاج. وأنت بتبُص وبتقول لي والله الAI دخل في المونتاج، بقى بيعمل cuts أسرع، بقى بيعمل edits أحسن، بقى بيgenerate B-rolls وفيديوهات من العدم. هاقول لك الصراحة الAI دخل في المونتاج. لو أنا جيت لك وقُلت لك طب ما تتعلم AI، هتقول لي ليه أتعلم مهارة وأنا مهارتي أو مجالي حاجة تانية؟ طب أنت إزاي في الأول في المقارنة الأولى قُلت لي إن الAI دخل جوّه مهارتك، ولمّا باجي أقول لك اتعلم AI بتقول لي لأ الAI ده مهارة تانية، أكنه زي البرمجة كده واحد يروح يتعلمه مش أنا. الAI مش مجال بعينه، هو ينفع مجال بعينه، بس الAI فعليًا بقى في كل حاجة. أكني مثلًا باقول لك أنت graphic designer شاطر، ما تتعلم تستخدمه على الإنترنت. تقول لي ليه أتعلم إنترنت؟ ما أنا graphic designer. ما لهاش علاقة، هُم حاجتين داخلين في بعض. ولذلك السبب أنت لازم تتعلم AI، لازم يبقى عندك الحنكة دي والموهبة دي وتتعلم ده. إحنا لسه في أوائل أهو الموضوع، أنت لحقته من الأول الحمد لله. اتعلمه علشان لو لا قدر الله في المستقبل حصل حاجة والAI فعلًا هو اللي احتل العالم، أنت تبقى معاك المهارة دي. ولازم تفهم إن في مهارات معينة متعلقة بالAI خصيصًا، يعني لو مثلًا قُلنا إن في مجالات اتقفلت، فالAI كمثال فتح مجالات تانية. منها إن في النهارده حد اسمه
prompt engineer. الprompt engineer ده الشخص اللي مسؤول إن هو يكتب الرسايل أو الprompts اللي بنكتبها للAI بشكل دقيق جدًا ومفصل جدًا علشان النتايج اللي تطلع من الAI تبقى محددة ودقيقة جدًا. فدي بقت شغلانة النهارده. زمان أنا فاكر وأنا في الجامعة كده من 10 سنين تقريبًا كان المصانع كلها كان فيها مهندسين، وبعديها دخّلوا الsystems الautomation والrobots اللي بتشتغل داخل المصنع، وقال لك إن الrobot arm ده لمّا يدخل عشان مثلًا نصنّع العربيات في تقريبًا 500 عامل هنمشّيهم من المصنع. طيب على قد ما العمال دول خسروا وظيفتهم، على قد ما اضطروا الشركة دي أو المصنع ده يعيّنوا تقريبًا 50 مهندس robotics وmechanics وelectronics وmechatronics علشان يعرفوا يهندلوا السيستم الجديد ده. ففي فرص دايمًا بتتبني، المجالات دي ما كانتش موجودة قبل ما يخترعوا الروبوت arm ده كمثال. فدايمًا لمّا حاجة جديدة بتخش بيبقى في حاجة يعني في مجال جديد اتولد وفرص جديدة اتولدت. ونخش على تالت نقطة ودي متعلقة بده. اتعلم الAI اللي في شغلك. يعني أنت النهارده graphic designer، أنا عايزك تعمل كده target إن في خلال آخر السنة دي تكون اسمك حاجة AI graphic designer، إن أنت اتعلمت إزاي تعمل نفس الحاجة بتاعتك باستخدام الAI، أو حتى لو مش خلاص كل حاجة AI تبقى على الأقل تعرف تستخدم الAI علشان يحسّن طريقة أو نمط شغلك. يعني لو أنت راجل شغال في البرمجة وفعلًا الAI أنا شخصيًا باعمل كمية برامج وapps وwebsites بالAI ويعني والله في دقيقة أو في دقيقتين كمان. وبتبقى جاهزة وبالdatabase بالcloud بكل حاجة سبحان الله يعني. لو أنت شغال مبرمج، طب ما تستخدم الAI ده علشان تكتب كود البرمجة أسرع، أو تستخدمه عشان يراجع شغلك أسرع، أو تستخدمه عشان يعمل لك الحاجات اللي أنت مش عارف تعملها إزاي، أو يحل لك المشاكل اللي في الكود بتاعك. يعني قصدي إن أنت تدخّل الAI في الشغل بتاعك علشان تحسّن جودة الشغل وسرعة الشغل وطريقة الشغل. وهيفضل الحاجة الوحيدة اللي ناقصة في الAI اللي هي اللمسة بتاعة الإنسان، أنت هتفضل بتقدّمها في الشغل بتاعك علشان تفضل أحسن من غيرك والمنافسين اللي في السوق، وتفضل مكمّل في مجالك وتفضل تعمل فلوس. وكده سريعًا جدًا أعتقد إحنا ناقشنا الموضوع. طبعًا لو عندك أي رأي تاني أو أي أسئلة يا ريت تكتبه في الكومنتات، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة اللي جاية.